أصل المشاكل في الدنيا كلها هو الكبر والطمع. من أول المشاكل اللي جوه البيوت، المشاكل اللي بين الدول وبعضها، كل الذنوب والمعاصي والكفر والشرك والخلافات والفتن والحروب أصلها إيه؟ كبر والطمع. والكبر والطمع الاتنين ناشئين عن حب الذات. عشان كده بنقول الكبر يورث الكفر. هو إيه اللي خلى إبليس يكفر؟ إبليس إيه؟ أبى واستكبر وكان من الكافرين. قال أنا خير منه. إبليس لما ربنا أمره يسجد لآدم إيه؟ قال أنا خير منه. عصى الله ليه؟ لأنه شايف أنا خير منه. أول ما تلاقي نفسك بتقول أنا خير من فلان، أنا أحسن منهم، أنا أكتر واحد فاهم، أنا أكتر واحد عارف، تستكبر عن الحق، ما تسمعش الكلام الله، ما تفتحش مخك للحق، اعرف إن أنت في سكة غلط. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. ربنا ما يحبش المستكبر، إن الله لا يحب المستكبرين. الكبر، لما النبي صلى الله عليه وسلم وصف الكبر قال إيه؟ الكبر بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق يعني ترد الحق، تنكر الحق عشان مش جاي منك، مش على هواك. وغمط الناس، تقلل من الناس، تحتقرهم. تحتقرهم. الإنسان يعجب برأيه ويعجب بهواه لحد لما أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. ده خلاص ربنا يختم على سمعه وعلى قلبه، ما يستجبش. كبر. كبر يبقى يوصل انه بيعبد هواه، بيعبد مزاجه، بيعبد رأيه، بيعبد فكره. وربنا خلق جهنم للمتكبرين. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. كبر يخلي الإنسان لا يستجيب للدعوة، مش عايز يفهم، مش عايز يدور على الحق. خلاص يتكبر إنه يفكر إن يمكن أكون غلط، يمكن اللي أنا عليه ده مش صح. أيا كان دينك، أيا كان مذهبك، لا تثق يعني 100%. افتح قلبك، دور على الحق، تفكر في نفسك، تفكر، تدبر، اسمع، تستكبرش. كبر بيعمل جدار عازل بينك وبين الحق، بيوهمك ان انت مش محتاج تسمع لحد ومش محتاج تعرف حاجة، خلاص انا عارف كل حاجة. فلما يجي لك الآيات بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. ربنا بيرد على مين؟ على بيقول ايه؟ أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة. لما تيجي ربنا يعافينا يا رب، تلاقي نفسك هتترمي في النار، تقول طب انا بس رجعني الدنيا. لا، ما انت كنت في الدنيا وجات لك ايات ربنا والكبر منعك انك تسمع. كبر. اذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل الله والى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه اباءنا اولو كان اباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. كبر. قالوا اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه اباءنا وتكون لكم الكبرياء في الارض. هم فاكرين ان انت هتاخد مننا الكبرياء، فيكفروا. اذا قيل له اتق الله اخذته العزه بالاثم فحسبه جهنم بئس المصير. إذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها. كبر. كبر يخليه ما يسمعش الكلام، كأنه مش سامع، كأنه ودانه مش شغالة، قلبه ميت. كبر. كبر. ما بيقول إيه؟ فإلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. اللي مخليهم كافرين ان هم مستكبرين، مش عايزين يسمعوا. كبر. قال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. إيه الكبر ده؟ إيه الكبر ده؟ فاكر ان انت كده عارف كل حاجه، فاهم كل حاجه. افتح قلبك للحق، افتح قلبك للحق، لا تتكبر. تفتكرش ان اللي انت عليه ده هو الحق ومش هسمع حد تاني ومش هقتنع بحاجه تانية. اسمع، اسمع. قرب، قرب لربنا. افتح قلبك وقول يا رب اهديني اللي فيه الحق. بلاش تتكبر. الكبر اصل المشاكل. الناس اللي عملت البدع والمنكرات واللي عمل نفسه انا شيخ طريقه وانا مرشد الفرقه الفلانيه وانا اللي بهدي الناس وانا اللي الناس تسمع كلامي والمبادئ بتاعتي والكتب بتاعتي هي اللي لازم تمشي والاوراد بتاعتي والافكار بتاعتي وتكبر في نفسي. ليه يا اخي؟ تواضع لله. الايمان المفروض يورث التواضع لله. تقول لا اله الا الله، لا حول ولا قوه الا بالله، مفيش في ايدي حاجه غير بايد ربنا. أول ما تلاقي نفسك بتقول أنا خير منه، إنما أوتيته على علم، إن أنت تتكبر في الأرض تعرف إنك على الطريق الغلط. أول ما تعجب بهواك، تعجب برأيك، تفتكر إن أنت الوحيد اللي عارف، يبقى أنت في الطريق الغلط. الكبر ده أسوأ شيء، أسوأ شيء. الكبر يؤدي 100% إلى الكفر. كبر طريق الكفر والضلال والعياذ بالله.